جنيه انس. الساعة دلوقتي واحدة. أنا رجعت من المدرسة كده على حوالي الساعة 11:30. كان عندي طبعا امتحان أحياء. البنت الكيوت قوي، الولد الروش ده، احنا لا فيكم مدرسة. انت ازاي مدرسة؟ ده انت شكلك في العشرينات، يعني اقل حاجة عليكي رابعة كلية. انتوا شكلكم اصلا مطلقين وانا ما قلتش حاجة. في حاجات حصلت في اللجنة مش عارفة اقولها لان انا متراقبة وانا مش عايزة اترفد من المدرسة. طبعا تاني ثانوي صباحي، اولى ثانوي بتبقى مسائي. الديسك كده بيبقى فيه ورقة تعريف بتبقى مكتوب فيها الاسم من جلوس لغة صوت وكده، وكل حاجة بتبقى ملزوقة على الديسك جنب ورقة تاني ثانوي اولى ثانوي. امبارح سرحت شوية ورسمت على ورقة البنت اللي هي في اولى ثانوي دواير كده صغيرة، بس حتة ما فيهاش اسمها ولا اي فيها معلومات عنها، هي حته بيضه فاضيه. المدرسه لقيتها كاتبالي على الديسك تبيش على رقم الجلوس يا ايمو علشان ما نزعلش من بعض. كاتبالها كولي خرا حط على رقم الجلوس بتاعها. مروحه بقى لقيت راجل عجوز كده برضه واقف مستني ميكروباص ولا حاجه، بص لي كده وعمل لي هاتي جنيه. انا اشتريت عصير برتقال ب 30 جنيه. حرفيا انا بشرب ميه اشتريه في الشتاء ب 10 جنيه، وزوري بيحرقني من كتر ما هو مركز. عندي بحته بعد بكره. قول يا جماعه. السلام عليكم.